يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح التفاؤل، يا صباح التين الشوكي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. صلوا على النبي كده وتعالوا نخش على التين الشوكي بتاعنا الجميل ده. النهارده بقى يا جماعه صورت لكم الزرع بتاعي بقى واوريكم انا عامله ايه. ده نعناع جميل كده زيكم يا حبايب قلبي، نعناع بلدي كده لكوبايه الشاي على الصبح كده. وهقول لكم بيتزرع ازاي، وهوريكم كل حاجه بزرعها انا بعملها ازاي من الالف للياء. وده تنشوك بس لسه ما طلعش. ماشي يا حبايبي. ودي بقى ايه؟ دي مانجا، دي مانجا سكري يا حبايبي، انا اللي زرعها عندي برضو في قلب البيت. دي مانجا سكري، وان شاء الله هنتابع مع بعض لحد ما نشوفها مطلعه كده مانجا. دي شجره مانجا انا زرعها عندي، وهقول لكم انا زرعها ازاي. تمام. ودي الورده اللي فرحها ديت بس هي دي بتتنشفت لان هي لها اوان كده بتطلع فيه واوان لا. تمام. شوفوا يا جماعه شجره المانجا تحفه ازاي. وديت بقالها حوالي يجي اسبوعين ثلاثه كده بس زرعها. دي بقى اسمها ورده عطريه، لو انتوا عارفينها يا جماعه، ريحتها تحفه. ماشي، وريحانه ونعناع بلدي. تمام. ونخش بقى على الطيور بتاعتنا الجميله اللي بقالنا كام يوم ما عملناش فيديوهات عن الطيور خالص ولا اخبار عن الطيور خالص. بس يلا بقى نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لايك جميل من ايديك الحلوه يا حبيب، يا حبيبتي انت وهي، لايك جميل. واللي ما اشتركش في القناه واول مره يشوفني يشترك، وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد من يوميات ام حنين، وتستفادوا من اي فيديو انا بنزله يا حبايب قلبي. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. عايزاكم تشجيع كبير كده يا جماعه للفيديوهات، الفيديوهات الريتش بتاعها وقع خالص. فعايزاكم تشجعوني علشان كل ما بلاقي الفيديوهات بتاعتي يعني بتترفع وبتجيب له مشاهدات كويسه وانتوا بتشوفوها، انا بتشجع ان انا اعمل لكم الاحسن والاحسن. ماشي يا حبايبي. نصلي على النبي الهادي، نصلي على النبي الرحمن، وتعالوا بقى نشوف البط بتاعنا والفراخ بتاعتنا والطيور بتاعتنا. انا طلعت النهارده حبيت اعمل معاكم روتين عند الطيور واوريكم بقى انا عملت ايه في الطيور. بس يعني انا معلش اذا كنت انا بقالي مده ما عملتش فيديوهات. بس يلا تشجيعاتكم ليا يا حبايب قلبي. الفراخ البيضه اللي احنا عاملينها مع بعض اهيت ما شاء الله عليها، ما شاء الله قربت ان انا اطلع منها. ماشي. والفراخ البلدي برضو المشعره اللي انا كنت مصورها معاكم انا طلعتها مع الفراخ الكبيره خلاص. كده الحمد لله ان انا اقدر اطلعها وامن ان هي تبقى مع الفراخ الكبيره بره. اهي زي ما انتوا شايفينها، بصوا غارزة معاهم وبتاكل وبتشرب وعايشة حياتها تمام التمام يعني. ماشي يا حبايبي. والبط برضو اللي انا كنت جايباه البط البغال، انا برضو طلعته بعد ما جات لي يعني فوطه كده للطيور. بس الحمد لله الحمد لله ربنا عداها على خير، وربنا ان شاء الله كده هيعوضني. البط البغال اهو يا حبايبي اللي هو لسه المريش قدامكم ده اللي بيشرب ده. والحمام بتاعنا اهوت يا جماعه كده، الحمام لوحده في المكان بتاعه معهوش اي حاجه. وان شاء الله ان شاء الله قريب هعمل تجديدات في الاوضه بتاعه الحمام، وهوريها لكم هعمل ايه فيها بالظبط عشان خاطر اللي عنده مشروع حمام زي بتاعي ولسه بادئ فيه يعرف يعمل ايه بحاجات تكلفة من عندك انت، مش مكلفة من بره ولا الكلام ده كله. واشجعكم ان انتوا تعملوا يا جماعة المشروع ده لاي واحدة قاعدة في البيت عايزة مصاريف، عايزة تعمل اي مشروع مع عيال صغيرة مش عارفة تطلع تشتغل. موضوع الطيور ده حلو يا جماعة، لو حتى مكان في بلكونة انتوا ممكن تعملي حاجات بسيطة على قدك وربنا يرزقك منها. ماشي. يعني ان شاء الله ممكن الفيديو الجاي او اللي بعديه انا هعمل شوية تعديلات كده عند الحمام. ماشي. وهوريكم ايه اللي انا بعمله خطوة بخطوة عشان برضو ان انتوا تستفادوا من اللي انا بعمله يا حبايبي. وكنت في برضو خلطة انا عاملاها للطيور هقول لكم عليها برضو، اقتصادية وكويسة والطيور بتاكل وبتشبع منها. لجميع الطيور، للبط وللفراخ والفراخ البيضة، لجميع الطيور. ماشي يا حبايبي. بس عايزه تشجيعه كبيره منكم كده للقناه عشان خاطر ايه القناه تكبر بيكم يا حبايب قلبي والعيله بتاعتنا تبقى كبيره. تشجعوني بلايكاتكم الجميله. ماشي. واللي اول مره يشوفني يشترك في القناه يا حبايب قلبي ان شاء الله كل خير. وكمان هعمل لكم حاجات عن الزرع يا جماعه، هقول لكم كل حاجه في بيتكم تستفادوا بيها ازاي وتستفادوا منها ازاي. ان شاء الله مش هخليكم حتى الخضار ممكن يعني مش هخليكم ان انتوا تشتروا خضار من بره. لو حتى عندكم في البلكونه هخليكم تزرعوا على السطح، هخليكم تزرعوا ان شاء الله ان شاء الله
بس تابعوا فيديوهات وانتوا هتكسبوا ان شاء الله. ادي البط اهو البغال ما شاء الله عليه حلو قوي. ادي البط المسكوف اهوت يا جماعه اللي كنت انا مصوراه معاكم، بس هو كان كبير ماشي. والفراخ البلدي بتاعتنا هي زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، الفراخ الكبيره مع الصغيره بقت تتعايش مع بعض. الخلطه بقى اللي انا بعملها بقى يا جماعه خلطه حلوه واقتصاديه، والفراخ كلها بتاكل منها والبط وكله. الفرخه دي بقى اللي هايجه على السطح من ساعتها وتطلع وتنزل ومش طبيعيه يعني. نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واديك ايه وانا وريتكم الفراخ البيضه يا جماعه بقى حجمها عامل ازاي، بتاكل من نفس الخلطه دي. والفراخ بتاعتي كلها يعني انا الخلطه اللي بعملها باكل منها طيور كلها. بس اليوم ده كان يوم صعب، كان يوم صعب صعب ليا. ام حنين ما كانش فيه ميه، الميه كانت مقطوعه بقى لها يومين، وقاعدين محتاسين يا حبايبي مش لاقيين ميه خالص. انا بقيت مش عارفه اعمل ايه، احط ايه للطيور، اعمل ايه. بقيت ان انا املى شويه ميه بسيطه كده ان انا اشرب بس بيها، ابل بيها شويه عيش. ما كانش فيه خالص ميه خالص، الميه كانت مغلبانه بصراحه. هي بقالها كام يوم كده مش مظبوطه، بس الحمد لله الحمد لله الواحد ساعه ما بيلاقي سرسوب على قد ما بيقدر كده بيشتغل بيه. الفراخ بتاعتنا بصوا يا جماعه، يعني انا لما الطيور عندي بتوصل لحد معين كده انا بحب اطلق كله مع بعض عشان كله ياكل مع بعضه. لان تعب لما انت تحطي ده لوحده وده لوحده وده لوحده بيبقى تعب وبيتكلفك كمان في الاكل كتير. انما انت لما بتحطي كله مع بعضه كله بياكل مع بعضه وربنا بيبارك فيهم وبيكبروا بيبقوا زي الفل والله. ادي طيوري وفرحه الطيور بتاعتي هي يا جماعه، اللي حابب يربي يربي. بتملي بيتك خير، شويه بيض بتذبحي لعيالك بتبيعي منه. يعني مشروع الفراخ والبط ده يا جماعه حلو، بس عايز اللي يبدا بكميه بسيطه خالص، ما تكتريش لحد ما تشوفي اولك واخرك ايه. وتابعوا معايا الفيديوهات واحده واحده ان شاء الله ان شاء الله هتحبوا الموضوع ده. واللي حابب يفتح مشروع يعمله ربنا يرزقكم من ورايا حبايب قلبي. وان شاء الله الايام اللي جايه في خلطات كتير وحاجات كتير للطيور، هياكلوا وهيشبعوا وبتكلفه بسيطه جدا. البرام ده انا حاطه فيه عليقه للطيور يا جماعه، يعني انا كنت عامله لهم الخلطه ديت، وجي ديت عليقه بياضه دي للفراخ بحطها للفراخ عشان تاكل منها عشان البيض. دي عليقه بياضه يا حبايب قلبي، الكيلو منها ب15 جنيه. في ناس بتبيع ب15 وفي ناس بتبيع ب16 ماشي. انا بجيب منها والله ساعات برضو كده وساعات كده. يعني البيضه اهوت الحمد لله، يعني انا باخد منهم الصبح باخد منهم بالليل ماشي يا جماعه. العليقه دي حلوه قوي، والخلطه اللي انا هقول لكم عليها دي جميله. ديت الخير اللي ربنا رزقني بيه النهارده الصبح، لقيتهم الصبح. وانا الحمد لله ربنا بيرزقني الصبح وربنا بيرزق بالليل ماشي يا حبايبي. نصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا بقى اخش اقول لكم على الخلطه اللي انا بجيبها وحلوه ومش غاليه وبياكلوا بيشبع. يعني شوفوا الفراخ البيضاء يا جماعه ما شاء الله عليها هي ماشي. ايه الخلطه بتاعتي بقى يا جماعه، انا بحط شيشه على عليقه على غله يا حبايبي على حته فوق تمام. العليقه انا بجيبها ب23 جنيه. الدشيشه بجيبها ب15 جنيه. الغله ب12 جنيه تمام. حته الفول ب20 جنيه. يعني مش كله بسعر واحد، بس في حاجات يعني العليقه غاليه دول بيعوضوها شويه، ودي برضو مغذية، وده يعني كله مغذي للطيور. فانا بجيب الخلطة دي وبقلبها كلها على بعضها، ولو عندي عيش بكسره وبحطه معاها، ده بيساعد ده وده بيسندنا ده لطيورنا. لان احنا عارفين ان الحاجة غالية والعليقة غالية والعلف غالي، فاحنا مش هنقدروا نصرفه. يعني ممكن واحدة تقول لي كمية الطيور دي انا هجيب لها عليقة من الله يا حبيبتي. قلت لك يعني مشوا معايا واحده بواحده، وانا هقول لكم تعملوا ايه وتمشوا نظامكم ازاي وتعملوا ايه اكلات عشان توفروا مع بواقي اكل يا جماعه من بيتكم برضو بتحطوه. ده برضو بشيء يعني بياكلوا منه بدل ما بيترمى في الزباله، لا انتوا بتحطوه لطيوركم ياكلوا ويستفادوا منه يا حبايب قلبي. وبكده يبقى مفيش حاجه بتتهدر، مفيش حاجه بتترمى، الحاجه غاليه. الحاجه اللي بتطلع بواقي منكم وتتحط للطيور، ما الطيور دي انتوا بتستفادوا منها برضو ماشي يا حبايبي. ودي دكين صغيرين اهم بيتعاركوا مع بعض ماشي. وانا اهو زي ما قلت لكم دي العشه اللي انا كنت حاطه فيها الفراخ المشعره، ادي حجمها هي يا جماعه. وانا طلعتها كلها مع بعض، وانا طلعت كله مع بعض عشان ياخدوا على بعض. علشان خاطر لما في الاول كده بيقعدوا الكبير بيضرب في الصغير في يومين ثلاثه، وبعد كده بياخدوا على بعض. عشان اما اجيب الدفعه التانية من الطيور اطهر بقى المكان واكنسه وانضفه وكده علشان ابقى مستعده له. فبطلع الحاجه بدري شويه
وبرضه في نفس الوقت